وجبات كفتة ولحمة هتكون في المدارس، وده كلام وزير التربية والتعليم. تعال أقول لك إيه اللي حصل. وزير التربية والتعليم كان في مؤتمر وأصدر كذا قرار، فخليني أنقل لكم القرارات دي عبارة عن إيه. أولا، بالنسبة للتربية الدينية مش هتكون مضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة، ولكن ليها نسبة نجاح وهي 70%. يعني لو جبت أقل من 70% هتبقى شايل المادة دي. طبعا قال ان الامتحانات بتاعت الثانويه العامه مش هتكون في الجامعات السنه دي عشان الجامعات طبعا مش جاهزه، لكن السنين اللي جايه احتمال كبير يبقى الثانويه العامه امتحاناتها في الجامعات. كمان وزير التربية والتعليم اتكلم عن نظام البكالوريا، وقال إن النظام ده هيتم مناقشته في مجلس النواب، لسه مش هيتطبق بشكل رسمي. وفي خلال ال3 سنين اللي جايين نظام الثانوية العامة هيبقى هو نفس النظام بالتوازي مع نظام البكالوريا لو أنت عايز تختاره. طبعا اتكلم عن امتحانات الثانوية العامة ان هي هتكون بنفس النظام اللي هو 85% اختياري و15% مقالي، بس هيزود موضوع الاشراف والتأمين على اللجان والكلام ده كله. طيب ايه بقى موضوع سندوتشات الكفتة واللحمة؟ دي مبادرة اسمها مكافحة التقزم بين الطلاب بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. طبعا المبادرة ديت في المناطق الأكثر فقرا هيعملوها، وهيوفروا وجبات ساخنة يعني للطلاب، وهتبقى سندوتشات كفتة وسندوتشات لحمة. مبادرة بالنسبة لي كويسة جدا، ولو اتطبقت كمان في كل المحافظات هتبقى مبادرة جميلة جدا. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات ايه رأيكم في قرارات وزير التربية والتعليم، وايه رأيكم في وجبات الكفتة واللحمة؟ كنتوا تحبوا يبقى فيه وجبات تانية ولا دي كده تمام؟